من الأمور الخطيرة جدا إن أنت تحاول تجتهد في العبادات على هواك أو بمزاجك، أو ما تكونش دارس لأحكام العبادة وتعبد ربنا كده بأي طريقة. يا إخوانا ده ما ينفعش نهائي. ليه؟ لأن أنا في مرة من المرات كنت رايح مكان سيمي من الأمكنة يعني. المهم دخلت علشان أصلي، فحاولت أسأل على اتجاه القبلة. كنا في شقة من الشقق يعني، حاولت أسأل على اتجاه القبلة، فكنا المجموعة كلها مجموعة غرباء يعني. يا إخوانا فين اتجاه القبلة؟ فلقيت واحد بيقول لي أنا صليت كده بالطريقة دي. فقلت له طب صليت كده بناء عليه؟ قال لي أنا اجتهدت، ما أنا مش لاقي حد أسأله. هو وقف في البلكونة ما لقاش حد في الشارع يسأله، فخلاص كده هو ظن في نفسه إن أنا أحاول أجتهد زي ما أنا إيه على قد ما أقدر. طبعا ده كلام مغلوط جدا. طول ما أنت في مجمع سكني تقدر تسأل أي حد، إنك تنزل على رجليك ومجرد ما عينك تلمح أي حد على مد بصرك إنك توصله وتسأله، فأنت مطالب إن أنت تسأل على اتجاه القبلة. ليه؟ لأن اتجاه القبلة، الصلاة تجاه القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا يعني ما توفرش هذا الشرط وغيره من شروط صحة الصلاة يبقى الصلاة إيه؟ الصلاة باطلة قولا واحدا. طيب انك انت مكسل انك تنزل لحد تحت، او مكسل انك تتمشى مثلا كيلو تسأل اي حد على اتجاه القبلة، فده خلل في الفهم. فلازم يا اخوانا اما نيجي نعمل اي عبادة من العبادات ان احنا نتعلم ايه احكامها. طيب انت مطالب انك تعيد هذه الصلاة، طبعا انت مطالب انك تعيد ايه؟ تعيد الصلاة، لان مفيش اي اجتهاد منك حصل انك تعرف اتجاه القبلة. في حالة واحدة بس اللي هو فاينما تولوا فثم وجه الله، انك تكون في فناء مثلا زي بتصلي في صحراء، يمين مفيش حد، شمال مفيش حد، قدامك مفيش حد، وراك مفيش حد، مش عارف اتجاه القبلة، وما معكش بوصلة كمان انك تحاول تقرب المسألة شوية. فده بيخليك تصلي الاتجاه الاقرب للصواب للصح يعني، فاينما تولوا فثم وجه الله. الاخطر من ده كله ان انا من سنوات كنت بخطب الجمعة وبصلي بعض الصلوات في زاوية كبيرة كده في الزرقاء في براش. طيب الجماعه اللي هيسمعونا اللي هم ناحيتنا عارفين الزرقاء يعني. المهم وكنا بنصلي مباشر كده، تقف كده تصلي في اتجاه القبلة مباشرة قدامك كده. الكلام ده حصل لسنوات، ومن تقريبا من اسبوع وانا قدرا كده كنت رايح هناك، فدخلت اصلي فلقيتهم غيروا القبلة، بدل كده بقت كده بالطريقه دي، يعني انحراف كلي للقبله. يا اخوانا ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ المصيبه الاعظم بقى اللي جايه دي، ان في مجموعه من الشباب كان معاهم التليفون وشغلوا البوصله وقالوا لا ده الاتجاه ده غلط. طب انت خطوه زي دي شرط من شروط صحه الصلاه، لا اما الصلاه تبقى صحيحه او الصلاه تبقى باطله. تعتمد حتى على مجموعه من الشباب دخلوا كده وكل واحد مشغل موبايله وبيشوف البوصله اللي عليه، ده طبعا مستحيل، ده خطا في الفهم يا اخوانا. لكن الصح ان انا اتصل على اداره زي اداره